فين هو دابا هذا الحال؟ فين هو؟ سيدي علي بحال راك في مرتين. اليوم قال لك كاينين الناس كيتزوجوا ما كيتزوجوا وكيديروا الفساد ما كيديروا الفساد. سيدي علي عمره ما كان فيه الفساد. حتى هو فيه الرجال، فيه رجال كيتزوجوا تما، راه عالم. ديما كيتزوجوا الرجال اخرين بالراجل، راجل تياخذ راجل. راجل كيديروا لهم العرس وكيدخل عليه. راجل كياخذ راجل كيدخل عليه. كيدخل على البيت وكيدخل عليه بحال العروسه. جواز المثليين سنة 2006 قادمة حسب ما نشرته جريدة الخبر بسر قسم الجريدة المستقلة لصاحبها والآن الذي هاجر إلى أمريكا. ساعة خبر سري بأن رئيس الرابطة الشواذ عالميا حضر موسم سيدي علي. الآن الشواذ الجنسيين أو المثاليين أو الذين يتزوجوا معروفين في الشارع. لو سألت طفلا صغير قلت له من هذاك يقول لك هذاك راجع يتزوج. ضريح سيدي علي بن حمدوش في 2016 الجندارم شدوا 3 الرجال بتهمات لبس الحوايج ديال العيالات وارتباطهم بالمثليه. ما كانش مجرد توقيف عادي، ولكن كان معها اهانات واعتداء جسدي، وتحولت هذه القضيه لخبر عالمي تداولته مواقع عالميه. ولكن هذه ماشي اول مره ضريح المعلوم تيبان في العناوين ديال الاخبار. في 2007 حاولوا شي وحدين ينظموا مراسم زواج المثليين داخل ضريح سيدي علي بن حمدوش. واخا كانوا محاولات ديال الحاضرين يمنعوا التصوير ويوقفوا العرس، الصور والاخبار تسربات وخلات المكان يرتبط في العقل ديال عباد الله بموضوع حساس. في 2016 مشيت لسيدي علي وشد داكشي حقيقه. انا كنت جالسه انا واحد السيده كنشرب انا وياها كتب ليا قالت لي غنديك تشوفي واحد العالم ما عمرك شتيها خارجه. قلت لها اختي شنو هذا العالم؟ قالت لي وزيدي معايا وتشوفي. ودخلنا لواحد الدار مجنبه ما كايناش وسط سيدي علي، انا ما نكذبش ما كايناش حدا الشرفه بعيده دار كانينه. ملي دخلت دخت بانوا لي داكشي الناس لاباس عليهم الفلوس والحلاوي والدجاج واللحم والبيره واحد الويسكي انا ما عمري شفتو تما كاين. لا سيدي علي كيشربوا فيه الناس كيسكروا يضربوا فيه الروج يضربوا فيه الماء. سي خويا ملي جلست بانوا لي جايبين السيد تيسحب ليه مراه انا دايرين ليه الشعر مركبين ليه الشعر ومدايرين ليه الماكياج طراسين له ولبسين له الكسوه لاغوب ديال العروسه ومعاه حداه واحد. قلت لها مال هادو؟ قالت لي هذا راه راجل. قلت لها ما يمكنش راجل هذا. قالت لي لا راه راجل. قلت لها انا تيسحب لي دريه شويه بقاو من ما قالت لي هذا راه غيهديو لهذا. المنتديات الاعلام وحتى بعض الشهادات المحليه بداو تيروجوا لفكره ان مجتمع الميم تيعتبروا الضريح تيبارك لهم، وبداو تيتاخذوا من ضريح سيدي علي بن حمدوش فضاء تيمنحهم مساحه للتعبير والوجود بعيد على العينين ديال المجتمع. هاد الروايات اللي تأسست على اشاعات ولا على مشاهدات عينيه تلاقاو مع واحد النقد اجتماعي واخلاقي قوي من شي جهات محافظه تيقولوا ان الموسم طقوسي وديني وما خاصوش يتحول لواجهه ديال السلوكات خارجه على القانون والاعراف. جيت ساعه وانا معاها في الاخر لقيتها ولد، ساعه وانا معاها ما عرفتهاش حتى بقينا داوين عاود قالت لي حبي انا راه ولد. تصدمت بحكم داك الشيء ما فهمتش. دير السيليكون سنان تبارك الله مستفين كل جوهر النيف من قاد هذوك لي لونتي كيدايرين داك الشعر طويل مسبسب كيداير ما شاء الله. انا بعدا عجبني. في البدايه الناس كانوا تعتبروا ظهور افراد من مجتمع الميم موسم سيدي علي بن حمدوش غير طرائف ولا حالات نادره كيصادفها الزائر وسط الزحام. شي مرات تيشوف شي واحد لابس شي لباس مختلف ولا تيتمشى بشي طريقه ملفته وفي شكل، ولكن مع مرور السنين الضريح بدا تياخذ واحد الطابع اخر. ولينا تنشوفوا الحشود ديال مجتمع الميم تتكبر، مجموعات صغيره ولا تتبان بشكل واضح كيتلاقاو في الطرقان ديال السوق تيتجمعوا حدا الخيام والقياطم وتيدخلوا وسط الحضرات والطبول بحال اي فئه اخرى من الزوار. راه كاين سيدي علي دابا موسم في مكناس حتى هو فيه هادشي، حتى هو فيه الرجال، فيه رجال كيتزوجوا تما، راه عالم. ديما كيتزوجوا الرجال اخرين بالراجل، راجل تياخذ راجل. راجل كيديروا لهم العرس وكيدخل عليه. راجل كياخذ راجل كيدخل عليه، كيدخل على البيت وكيدخل عليه بحال العروسه. الله يودي. كيدوروا فيها فلوس، يدوروا فيها الناس لاباس عليهم، كيعطيو عليهم كادوات. هذاك الراجل اللي كيدخل عليه تيكون واحد جديد يلاه خارج للتزاوم حين
كيهديوه ليه كيهديوه لواحد اخر بحال شي عاده. هذوك سيدي علي بحال ديال الزماحين. هذا التحول خلى الجو العام ديال ضريح سيدي علي بن حمدوش يولي مشحون. بالنسبه لواحد الناس من الحاضرين المنظر تيبان مستفز وتيمس بالقدسيه ديال الضريح. اما شي وحدين اخرين المشهد تيبان لهم مجرد انعكاس ديال التنوع اللي ولا كيتخترق حتى اكثر الفضاءات الروحانيه. المراقبين ولاو تيشوفوا الخطوره ديال الوضع كبرات. رجال الامن كثروا من الحضور ديالهم ولاو تيراقبوا الشاده والفاده. المجتمع المحلي ولا تيهضر وبالعلالي. كل عام هاد الناس ولاو كتار. الصحافه لقات في هذا الموضوع واحد الماده اللي دسمه ولاو دي عناوين كبيره، مقالات اللي تتغلغل على الميميين في الموسم ديال سيدي علي بن حمدوش. ومع ان شي احصائيات رسميه ما كايناش، الاحساس العام عند الزوار والمتبعين لهذه الظاهره غاديه في التصاعد. من الواقعه ديال 2007 وتوقيفات رسميه في 2016 حتى ولينا تنشوفوا ان الحضور ديال المجتمع الميم في الموسم ولا تيبان بشكل جماعي ومثير للانتباه وبالعلالي. سلام الخوت والحباب، الناس داخل الوطن وخارج الوطن كما كتشوفوا الخوت والحباب. حنا اليوم دايرين الليله ديال المهم عيشه، ولكن هذه غير كتسمى غير صدقه لله في سبيل الله، دايرين على الجواد ديال رجال الله يفاجئ على كل واحد. كيجيو عندنا العيالات من اي مدينه حيت عارفين حنا كنخدموا الناس، او انسان كنثقف او انسان كان داير ليه سحر او عنده سحر اسود او عنده مخطي شي سحور، فهمتيني، كنبطلوه وكنديروا ليه بزاف ديال الطقوس باش كيتفك هذاك السيد. هذه الامور اللي كاينه دابا. الناس كنبطلوهم، كاين اللي ما كتولدش كنديروا لها التباطيل او كنديروا لها اللدون او سكه الورثه او الحميه، فهمتيني، والخواض وداك الشيء كيسهل عليها الله. المثليين ما كاينينش غير في سيدي علي، راه كاين في سيدي علي وكاين في مولاي ادريس وكاين في مولاي ابراهيم وكاين في بويا رحال، كاين بزاف د الحوايج. المثليين راه عادي جدا، شي مثلي ولا عادي جدا. دابا كثروا الحكاكات، اما المثليين راه ولاو عايشين عادي منخرطين مع الطبيعه. دابا كثروا قوه الحكاكات، النساء اللي كيبغيو يردوا راسهم رجال صحه. المشرفين على الضريح واللي مسؤولين على التنظيم ديال الموسم تيأكدوا بشكل قاطع ان الضريح ما عنده حتى علاقه بالمثليه او الممارسات اللي تينسبوها ليه. مقابلات مع الصحافه وضحوا ان الموسم تيتمحور على الروحانيه، السماع، النذور، الطقوس الدينيه اللي عندها جذور عميقه في التراث المغربي. المجتمع المحلي حتى هو منقسم، كاين اللي كيعتبر الاشاعات اساءه للولي والطقوس الروحانيه اللي كاينه في الموسم، وكاين اللي تيشوف ان هذا الشيء اللي تيوقع دابا ما يمكنش نتجاهلوه، خصوصا مع انتشار الفيديوهات والشهادات وهذه التقارير في مواقع التواصل الاجتماعي. المثليين هما اللي موجودين هنا، هما اللي خرجوا هذا سيدي علي هذا، ما بقاش الشريف. هما المثليين كدور دابا كتلقى جامع القهاوي فيهم 6 8 20 مثلي ولاو كثر من العيالات. وحشومه تخسروا صوتنا حنا اللي رجال وانتم رجال كتردوا راسكم مع عيالات، راه حشوم تيقول لك الحال ملي كنسولو نشوف واش الحال اللي ردوا واش الحال تردني مثلي، انا دابا فيا الحال رجع مثلي. انا امي ولدتني مثلي، هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، هذاك هو هكاك، هذيك الحاله هو داير بحال هكا، هو تيبغي يرد راسو هكاك. وراك كنشوفهم راه قبيله كانوا بغا يدابزوها بعضياتهم. ما نساوش ان القانون في المغرب في هذه الناحيه صارم. الفصل 489 من القانون الجنائي تيجرم العلاقات بين اشخاص من نفس الجنس وتيحط عقوبه من 6 شهور حتى 3 سنوات ديال الحبس زائد غرامه ماليه. هذا الوضع تيخلي اي تجمع او محاوله للزواج المثلي تتحول بسرعه لخطر توقيفات او متابعه قضائيه وشي مرات شي عنف شعبي. هذا الربط بين موسم سيدي علي بن حمدوش والمثليه خلى الوضع يولي مشحون وتيعرض الناس لخطوره اكثر واكثر. الاعلام الغربي شد الجانب الغريب في الموسم، طبول، الرقص، الترونس، القرابين، ومن بعد بدا تيشير لوجود زوار متنوعين من كاع الشرائح ومن بينهم اشخاص من المجتمع الميم. الاعلام المحلي وخصوصا المنابر الاعلاميه الالكترونيه انتقدت هذا الربط بين موسم سيدي علي بن حمدوش وبين مجتمع الميم وركزوا بالضبط على الجانب ديال الفضيحه. كانت واحد العام عقلتي، كانت واحد العام وداروا لي من اللعابات والعونيات هنا بصح كاينه. واش هادشي مازال دابا؟ هادشي ما شفتوش دابا، نكذب لا نهائيا.
يعني كنا كنعرفوا ان الموسم او هاد السيد كان فيه الشرفه، كانوا فيه. دابا شحال فات الآية؟ الشرفه كاينين باقيين الشرفه، وباقي اللي كيكذبوا هادشي. كاين اللي يديروا حال وكاين اللي يديروا خدعه كيكذب بهم نصب هادشي اللي كاين. اللي عندو راه عندو باين عليه، واللي ما عندوش راه ما باينش عليه. كتلقاهم معلقين الجالوق البلاكيرو كيبانوا زعما راه الذهب راه ولاد الجواد. هما اللي داير الذهب راه دايرو معروف. على حسب كل واحد وما هي، ماشي الشركه. علاش انا نقول لك الشرك هو انك الا ذبحتي تما كتسمى شرك. اما الانسان انا كنعرفها 3 سنين هذه باش جات الارض السعيده. 3 سنين وهي مرتبطه بهذه الارض السعيده، 3 سنين وهي كتذبح وهي كدير الليلات. هذه الانسانه جات تزور غير 3 ايام وتمشي بحالها. تصدقات 3 سنين جالسه في هذه الارض، هي باقا هنايا. ما كنامنش انا هذه زدت لها الخط. انا كنت في البرا كنتعين كبير، قلت لها طال الزمان ولا قصر باقا غادا تزوج به ولد البلاد، وخدات ولد البلاد. اما الباحثين الاكاديميين ففضلوا يشرحوا الطقوس من الزاويه الدينيه والانثروبولوجيه، كالسماع الروحي، الحضرات، العيساويه، قناوه، استحضار الجن، وكيفاش هاد الطقوس تتخلي الموسم فضاء متنوع وتيستقطب اللي باغي البركه واللي باغي يفسر الظواهر الروحيه بطرق مختلفه. ما عندهمش شي غايه بشي حاجه سميتها روحانيه. عندهم خصهم يجلسوا مع الدريات، خصهم كذا. كاين الحشيش انا تنقولها بهذا المنبر بهذا المعنى. تيجيو يزهاو. واش الراجل ملي تيجي قدام اختو ومو وبزاف ديال الحوايج وبالعلالي راه السلطه خصها تدور في هذه الغايه. هاد الناس خصها تنقيهم. هذه رساله توصل للسلطه. هي اللي خصها توقف معنا باش يبقاو غير الشرفاء ويبقاو رجال الله بور. موسم سيدي علي بن حمدوش باقي واحد الفضاء اللي تيخلط بين الدين، التراث، الطقوس والاسطورات. لكن الاحداث والفيديوهات اللي ولينا تنشوفوا هاد الايام والفيديوهات اللي تيصوروا يوميا من الزاويه والموسم زادت عليه طبقه جديده من الجدل. هاد الايام النقاش اللي تنشوفوا ما بقاش غير على الحضره، طقوس ولا الموسم كي تيدوز، ولكن ولا تيدور على الحدود ديال الحريه، الدين، القانون والمجتمع. ولاو تصادمات بين اللي تيشوف الضريح انه مصدر ديال البركه وكاين اللي تيشوفوا فضيحه. ضريح سيدي علي بن حمدوش واش باقي فعلا مكان ديال التبرك والروحانيات ولا منصه سريه تعبر فيها مجتمع الميم على الوجود ديالو؟